عبد الله عنده الباك هذا العام، ومع بدايه السنه الدراسيه كيحس براسو خايف تالف وهز الهم الامتحان الوطني من دابا. في العامات اللي دازو كان كيخدم مزيان، ولكن النتائج ما كانتش كتكون كما كان كيتمنى. هذا العام قرر انه يقلب شويه باش يعرف فين كاين المشكل. من بعد بحث مطول لقى الوصفه السحريه ديال الناس الناجحين اللي غادي تخليه حتى هو يتحصل على نتائج مزيانه. بلا شك حتى انت ولا حتى انت بغيتي تعرفها. تبع معايا حتى الاخر وغادي نكتشفوها جميع. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناه الرشدي. الا كنت اول مره كتكتشف القناه، معك صديقك شفيق، مهندس ودكتور في الانظمه المعلوماتيه. الهدف ديال القناه هو انه نشارك معكم حوايج اللي غادي يفيدكم ان شاء الله في حياتكم الدراسيه وفي حياتكم العمليه. وكنوعدك بان الدقائق ديال هذا الفيديو قادره على انها تبدل لك المسار ديال هذه السنه ان شاء الله. درت مراجعه في يوتيوب للفيديوهات اللي كيهضروا على هذا الموضوع، ولقيت الاغلبيه كيهضروا على كيفاش دير تقرا بذكاء، ولكن ما كيدخلوش بالتفصيل كيفاش دير تحط استراتيجيه ديالك اللي غتوصلك لنتائج مزيانه. وهذا الشيء ان شاء الله اللي غادي نحاولوا نكتشفوه مجموعين في هذا الفيديو. ملي كيعجبك شي ماتش ولا كتفرج شي فيلم وكتعجبك القصه ديالو، اكيد انك تسول راسك شنو هي الخطه باش لعب المدرب، ولا شنو هي الاستراتيجيه اللي تبع الكاتب باش يحط السيناريو ديالو. حتى صديقنا عبد الله سول نفس السؤال، شنو هي الاستراتيجيه المزيانه اللي خصو يحط باش يقدر يوصل لنقطه مزيانه. من بعد بحث مطول لقى بانه الاستراتيجيه الناجحه كترتكز على 3 ديال النقاط. جيب شي ورقه وستيلو حطها حداك ويلا نبداو بالنقطه الاولى. النقطه الاولى تكرار المتابعين، spaced repetition. واحد الدراسه دارها العالم هيرمان هيبرهاوس كتاكد بانه من بعد 6 ايام دماغنا كيبقى عقل على 20% من داكشي اللي قريناه ولا داكشي اللي راجعناه. هذا الشيء كيعني الا خليتي حتى الاخر ديال العام عاد تبدا تراجع كل شيء، ما تفاجئش الا لقيتي دماغك ما بقى عاقل على حتى حاجه. باش نحلوا هذا المشكل خذ هذيك الورقه اللي قلنا فرقها على 5 ديال لي لين و7 ديال لي كولون. التقاطع غادي يعطيك العدد ديال الايام ديال الشهر، غادي يشيطوا شي مربعات ماشي مشكل. الاستراتيجيه ديالنا باش غنمشيو هي 1 3 5 بحال داكشي ديال الماتشات. يعني النهار الاول غتراجع داكشي اللي قريتيه، غتفوت 3 ايام غتعاود تراجعوا، غتفوت 5 ايام غادي تعاود تزيد المراجعه الثالثه. ناخذوا المثال ديال الصديق ديالنا عبد الله، نفترضوا بانه مثلا كيراجع شي علاقات ديال الماط، غادي يمشي يشوف الشهر والنهار اللي هو كيراجع فيه، وغادي يدير مثلا السميه ديال الدرس ولا السميه ديال العلاقه اللي راجعها في النهار. غادي ياخذ لون اخر، غيمشي من بعد 3 ايام غادي يحط شنو خصو يراجع، ومن بعد 5 ايام وكذلك غادي يحط فوقاش خصو يراجع. هكا في الورقه غادي يكون واضح عنده الدرس ولا العلاقه اللي هو باغي يراجع، وغادي يكون واضح عنده فوقاش خصو يراجع. حيت انا عارفكم اذكياء اصدقائي الاعزاء، القضيه جات مزيانه. غادي ديروا كوبي على هذيك الورقه على 8 ولا 10 باش هكا ورقه غتكون مخصصه لكل شهر، وغنخليكم تفننوا كما نتوما باغيين. المهم الكونسيبت راكم فهمتوه. يلا دابا نمشيو للنقطه الثانيه. النقطه الثانيه كتهضر على المفهوم وعلى المعلومه. ما خصكش تحفظ، خصك تعقل. هادشي كيتطبق عليك كنتي سواء علمي ولا ادبي ولا كنتي داير اي تخصص واحد اخر، نفس المنطق كيتطبق على كلشي. حيت دماغنا خدام بلي زاندكس، بحال الا كتمشي للفهرس ديال شي كتاب كتمشي كتقلب على داكشي اللي باغي تراجع ولا داكشي اللي باغي تقرا، كتقلب على الصفحه ومن بعد كتمشي للصفحه كتلقى التفاصيل ديال داكشي اللي باغي تقرا. هذا بالضبط السيستم اللي خدام به دماغنا. يعني غادي تحط الكونسيبت، ومن الكونسيبت غادي تجبد الديتاي وتجبد لي زانفورماسيون اللي انت باغي. باش تكون افيكاس كنصحك انك تستعمل 2 ديال لي فلوريسون، واحد دير به المعلومه والاخر غادي دير به التفاصيل. في المراجعه ديالك غادي تركز على المعلومه اكثر ما غتركز على التفصيل، ومن بعد الدماغ غادي يكون قادر على انه يربط المعلومه بالتفاصيل ديالها بقوه المراجعه اللي كنا قلنا عليها. في المثال ديال الصديق ديالنا عبد الله، عنده واحد النوت بوك ديالو كيخدم كيحط فيه كاع العلاقات اللي كيحتاج يعقل عليهم، وكيحاول ما امكن انه ما يكثرش على راسو بالتفاصيل. التفصيل اللي كيبغيه كيرجع للكتاب ولا للدفتر اللي هو نقل منه، وكيلقى التفصيل ديال ديك العلاقه اللي باغي يعقل عليها ولا ديال داك المفهوم اللي باغي يعقل عليه. كاينه واحد لابليكاسيون مزيانه سميتها انكي درويد، الا بغيتو نقدروا نديروا عليها حلقه خاصه ونمشيو بالتفصيل ديال كيفاش نديروا نخدموا بها. نتبع معايا حتى لهنا مزيان. يلا دابا ندوزو للنقطه الثالثه. هذه النقطه تقدر تكون ديجا سمعتي بها، هي البومودورو. تقنيه البومودورو او البومودورو تكنيك. بخلاصه داروا دراسات بينوا بانه الدماغ ديالنا ما كيقدرش يفوت مده ديال التركيز ديال 32 حتى ل 48 دقيقه بالنسبه للناس البالغين اللي فايتين 16 سنه. هذا الشيء كيعني فاش كتجلس ساعتين ولا 3 سوايع وانت كتقرا مستمره بلا انقطاع، ما تقولش بانك بقيتي كتقرا 3 سوايع كامله، حيت 100% الدماغ غادي يكون صافر ومشى من هنا وجا من هنا في هذيك المده اللي انت جالس فيها. هنا كنعيطوا على التقنيه ديال البومودورو باش كتحل لنا هذا المشكل. هذا كنديروا جلسه ديال 25 حتى 30 دقيقه، ومن بعد كناخذوا 5 دقائق بوز. 3 الشروط باش تنجح في البومودورو تكنيك: حيد المشتتات، ركز على حاجه وحده وما تنوضش حتى تكمل المده ديال 25 ولا 30 دقيقه. ان فوا تسالي عندك 5 دقائق ديال البوز دير فيها اللي بغيت. كتعاود هذا السيكل 4 المرات، يعني كيعطيك ساعتين. في المره الرابعه عندك الحق 15 دقيقه بوز. الصديق ديالنا عبد الله من عشاق الانمي وتبع هذه الطريقه هذه
وفي كل 5 دقائق ديال لي بوز ديالو كيرجع يتفرج انمي اللي كان كيعجبو. كنلقى راسو بانه كيسالي حلقه ديال الانمي في نهار وفي نفس الوقت قرا بطريقه مزيانه ووصل لنتائج مزيانه. طبق هذا البومودورو تكنيك وان شاء الله النتائج اللي غتحصل عليها غادي ترحمني عليها. دابا ما عليك الا تانستاليها في التليفون ديالك، قلب على بومودورو في البلاي ستور، ولا الا كنتي كتستعمل البي سي كروم عندك اكستونسيون سميتها حتى هي بومودورو، ولا الا كنتي عندك سمارت ووتش تقدر تزيدها حتى هي كوم ابليكاسيون. المهم خليها بارتو، المهم انت لك كامل الحريه انك تختار كيفاش بغيتي تستعملها، المهم انه الكونسيبت يكون باين. استراتيجي ديال النجاح كما قلنا كتبدا بالتكرار المتباعد، كتبعها تركيز على المفهوم ماشي على التفاصيل، والاستعمال ديال بومودورو تكنيك باش ما نعيوش دماغنا ونوصلوا لنتائج مزيانه. الا عجبك الفيديو غادي تلقى في الديسكريبشن روابط الفيديوهات عندهم علاقه بالموضوع، وفي القناه غادي تلقى دي بلاي ليست مقسمين على حسب مواضيع كتهمك واللي غادي تعاونك ان شاء الله باش تحقق داكشي اللي كتمنى في خاطرك، وباش الدراسه ديالك ان شاء الله تكون على احسن وجه، ونوصلوا جميعا ان شاء الله ان نفرحوا بك في الاخر ديال السنه بنتائج مزيانه. شكرا على وقتك الذي لا يقدر بثمن، والله المعين.